من أفضل الحلول العملية جدا للمساحات الصغيرة هي الأوبن كيتشن أو المطبخ المفتوح أو الأمريكان كيتشن. أنا النهاردة مش جاية أتكلم عن مميزات الأوبن كيتشن ولا حتى عن عيوبه، أنا جاية أتكلم مخصوص عن كرسي البار بتاع الأمريكان كيتشن. المصممين حطوا معايير معينة للكرسي المريح، يعني مثلا انه يكون قريب من الارض، فلما تكون قاعد على الكرسي رجليك تبقى طايله الارض فتحس انك مرتاح، انه يكون ليه مسند للظهر فتقدر تسند ظهرك عليه، انه يكون مساحه القاعده بتاعته، ده مهم جدا، انه يكون واخد من اسفل الظهر لحد الركبه، وبالتالي هتحس وانت قاعد على الكرسي انك مرتاح. وكمان زياده في الراحه ممكن تعمل مسند للدراعات عشان تقدر تسند دراعك عليه. نفس المصممين دول هم برضو اللي صمموا معايير للكرسي بتاع البار. طب يا ترى هم ليه صمموه بالشكل ده؟ احنا طبعا عارفين ان البارات مكانها الاصلي هي في المحلات اللي بتعمل مثلا مشروبات سريعة، وجبات سريعة، يعني احنا محتاجين ان الزبون يقعد في المكان ده مش اكتر من 10 دقايق، بحيث ان هو ياخد مشروبه او ياكل وجبته السريعة وينزل يتكل على الله ويجي واحد غيره او يجي زبون غيره. وبالتالي ابتدوا يصمموا كرسي البار اللي ينفع للمواصفات دي. تعالوا بقى نشوف مواصفات كرسي البار. كرسي البار هو تصميمه عكس تماما الكرسي المريح، يعني هنلاقي ان هو عالي جدا عن الارض، هنلاقي ان مساحة القاعدة بتاعته صغيرة جدا، ملوش مسند للظهر، ولو ليه مسند استحالة ياخد الظهر كله، ده بيبقى مسند صغير بس كده مجرد شكل مش اكتر. ومجرد ما تقعد على الكرسي ده في اي مكان، حتى لو انت معاك ناس لطاف والمكان لذيذ وجميل، بس انت تلقائيا هتلاقي نفسك مش مرتاح وعايز تقوم وانت مش عارف ليه. وبالشكل ده يبقى فعلا تصميم كرسي البار هو تصميم ناجح جدا ويؤدي الوظيفة بتاعته تمام. عشان كده في مصممين ديكور كتير بيقولوا ان كراسي البار دي او البار بشكل عام هو مش حاجة مناسبة قوي للبيت. والفكرة هو انه ليه يكون عندي قطعة مش مريحة جوه البيت اللي هو المفروض أصلا يكون مكان راحتي؟ عشان كده في أفكار كتيرة بديلة لفكرة البار أو لكراسي البار. والفكرة دي حاجة بسيطة جدا، كل الحكاية اننا هننزل بس بمستوى البار العالي قوي ده لمستوى الترابيزة العادية، بحيث اننا نقدر نحط حواليه كراسي في مستوى الكراسي العادية برضو في الطول العادي وفي الشكل الطبيعي للكرسي، علشان نقدر نقعد واحنا مرتاحين، وبدل ما نقعد 10 دقايق ونقوم، لا احنا نقعد نص ساعة، نقعد ساعة. وخلاص كده الفيديو خلص، اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد، مع السلامة.